اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين ودايما في القلب محفوظين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير. طبعا انتوا من المقادير اللي محطوطة او من الخضار المحطوط في المطبخ، انت عرفتوا انا هعمل ايه ولا لسه؟ حذاري لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتات قبل ما تقرأوا عنوان الفيديو او قبل ما تجروا الفيديو وتشوفوا الفيديو لاخره. صلى على الرسول في الكومنتات ويلا نشجع بعضينا، متنساش تحط لايك في قناة اختكم المتواضعة عشان تكبر بيكم، وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ومتنسوش تعملوا لايك كتير كتير وتعملوا كومنتات قد كده عشان كومنتاتكم ديت بترفعني اكتر واكتر. يلا نخش على الوصفة ونقول بسم الله. تقريبا هنا كده معايا كان 3 بصلات وسط، بعد التنظيف والتقشير طبعا انا خرطتهم بالشكل ده، وحطيت عليهم شوية زيت ومعلقة دقة من الهون اللي هي انتوا عارفين الدقة بتاعتي المفضلة، فلفل وتوابل والثوم. تمام. تعالوا بقى نشوف عندنا ايه. على ما البصلة تدبل هنكون خرطنا ال4 حبات من الطماطم دول. ركزوا معايا في الوصفة عشان هي مقاديرها بسيطة خالص ومش مكلفة نهائي زي القرنبيط، ولا بتاخد زيوت كتير ولا اي حاجة خالص. هنخرط الكمية بتاعة الطماطم، تكون الطماطم نخرط الطماطم تكون البصلة دبلت، ومعاكي 4 بيضات هاتيهم، وتعالي على ربع كيلو من الدقيق وكيس بيكنج باودر، والتوابل بتاعتك هاتهم. ويلا اقولك على وصفة حلوة وسريعة ومش هتاخد في ايديكي نص ساعة. وطبعا ما ننساش الخضرة، طبعا ده اساس الوصفة، كزبرة وشبت. كزبرة وشبت. جبت حوالي ب2 جنيه كزبرة وشبت. يعني انا والله العظيم ما جبتش حاجة غير بيض، كان عندي واحد في التلاجة عملت عليهم ب3 بيضات، وجبت ب2 جنيه خضرة بس، وب5 جنيه جرجير. شفت بقى الوصفة؟ البصلة دبلت معايا، ننزل عليها بكمية من الطماطم واسيبها تتسبك خالص مع نفسها كده. انا عايزاها دايبة. طبعا انا كان عندي صلصة، كنت عيناها من صلصة المحشي لو تفتكروا، اللي هي اللي انا كنت مسبكاها للمحشي، الفيديو اللي كان نزل لكم من قبل ده. هاخد منها بس كده معلقة احطها، بس مش هحط تاني. انا لو كنت افتكرت الصلصة ديت والله كنت حطيتها بدل الطماطم اللي انا خرطتها، بس انا نسيتها خالص. تعالي بقى نسوي الخضرة كده ونخرطها خرط صغنونة عشان الوصفة بتاعتنا النهاردة. يا ترى انتوا خمنتوا كده هنعمل اكل ايه ولا لسه؟ انا بقول لسه معرفتوش. طبعا هنحط التوابل وهي بتتسبك، فلفل وكمون ومكعب ماجي وحبة ملح، مش هحط اكتر من كده. هنسيبها برضو تتشوح اكتر واكتر. احنا كده تقريبا خلصنا الخضرة تقريبا، بس انا بقلبها شوية يمين، ولازم تخلي بالك منها على نار هادية عشان خاطر ما تلزقش منك او تتحرق او تشيط وتطلع ريحة مش ظريفة خالص. خلي بالك منها. كده بعد ما خلصناها خالص لازم تسيبيها تبرد تماما. انا كده سبتها تبرد خالص، بص حتى ما بتطلعش دخان ولا اي حاجه. هاتي عندك بوله، نزلت فيها بكميه الخضره، ونزلت فيها كمان بالتخديعه اللي احنا سبكناها، طماطم المخرطه، ونزلنا عليها بال4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. طبعا البيض ده كبير، وهنزل بالدقيق بعد ما اربهم بالمضرب اليدوي اللي هو السلك العادي. هحط حوالي ربع كيلو دقيق، ده اكتر من ربع كيلو، هنزل بربعه بس. وكيس البيكنج باودر ده هنزل بيه كله برضو. احس ان القوام معايا تقيل كده، انا عايزاه قوام يعني ايه، زي عجينة الكيكة ويمكن اقل منها شوية. حسيت هنا ان القوام تقيل معايا، بصوا هزوده طبعا حوالي ربع كوباية مية او نص كوباية مية بس كده، عشان خاطر ايه، يمشي معايا، يبقى حلو كده زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. ايوه كده يا معلم. يلا، عندك صينيتك الحلوة، اديناها دهنة حلوة من الزيت، وانزلي فيها بكمية الخليط اللي انت عملتيه. عرفت انا عملت ايه ولا لسه؟
اللي عارف يكتب لي، ولو قلته صح هعمل لكم قلب قلب احمر. ولو قلته غلط مش هعمل لكم حاجه، ممكن اعمل لكم لايك. هنا بعد ما حطيتها في الفرن على درجه حراره متوسطه، ولا عاليه ولا واطيه، طلعت بالشكل ده. اتفضلوا معانا بقى. عرفتوا؟ اكيد يعني من شكلها عرفتوا، ومن ريحتها اكيد انتوا شامين ريحتها صح. قولوا. طبعا انا بدغس كده السكينه بشوف فيها عجينه طلعت فيها، لا لقيتها 100 فل و14. ريحتها تهبل تهبل. من ساعه ما كنت انا بعمل التخديعه كانت ريحتها قلب الدنيا مجرد ما حطيت التوابل. ما بالك بقى بعد ما خلصت من الفرن. ما حطيتهاش على فكره تحت الشوايه خالص، هو ده لونها الطبيعي. ريحتها جميله جدا جدا فوق ما تتصوروا. تحفه تحفه. بمناسبه اللي هناك ديت فوطه، انا كنت لسه شاريها النهارده من السوق. فوطه عامله زي القطيفه كده ب10 جنيه. فلقيت العجة ديت بجد بجد خطيرة. يعني كنتش عارفة اعمل اكل ايه النهاردة، ومحتارة بصراحة. لقيت ماما اقترحت عليا ان هي هتعمل عجة، قلت لها خلاص انا كمان هعمل زيك. هي راحت عملت عجة وانا عملت عجة. ايه رأيكم في العجة بتاعتي اول مرة اعملها وانا معاكم ولوحدي؟ كنت كل مرة ماما بتساعدني فيها، مش عارف ايه هي تعملها عندي، تقولي المقادير كده يعني. بس طبعا استعنت بيها، يعني هي كانت قالت لي انا هعمل كذا وكذا واجيب كذا وكذا وكده، ودي المقادير اللي المفروض هي كانت تشتغل عليها. انا اللي اشتغلت عليها، واخدين بالكم انتوا؟ طبعا هي المفروض كانت تبرد، انا طلعتها وهي سخنه. سمكها مش عالي قوي ومش رقيق قوي، يعني سمكها في المعقول. كانت محتاجه تبرد اكتر من كده عشان تمسك نفسها تاني. اتفضلوا معانا بقى. شكلها تحفه وريحتها تحفتين بجد. تنسوش تشجعونا في اللايكات، يعني علقوا إيه ما تكتبوش تعليق واحد، اكتبوا 5 6 تعليقات كده ورا بعض. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين، وداخل مصر وخارج مصر، وبحيي جميع الدول العربية. المملكة العربية السعودية والجزائر وتونس و يعني أنا مش متذكرة كويس الدول كويس، بس بحيي الدول اللي بتتابعني كتير كتير كتير، وتحية جامدة لمصر. تحياتي لكم جميعا بجد. صينيتنا دي ما خدتش في ايدي حاجه، يعني حاجتها كانت عندي، ما كانش في غير الخضره والبيض زي ما قلت لكم. يلا نعمل سندوتشنا بالجرجير. احلى عجه بالجرجير، احلى سندوتش عجه هتاكليه بالجرجير بجد. انا ما كنتش بحبها، يعني ما كنتش ليا تقل عليها وان انا اعملها وكده، بقيت احبها بجد والله تحفه. جربوا العجه دي على طريقتي وقولوا لي ايه رايكم لما تجربوها، اذا كانت حلوه ولا وحشه. دمتم بخير وشوفوا استودعكم الله، مع السلامه.